البودي واسمه البيد، ولكن بدل مكان الواو والياء. أرجوك أيها اليوتيوب القدير، أرجوك ما تعطيني العلامة الصفراء. ما أقدر أعيش من غير $8 اللي تعطيني إياها على كل مقطع. كيف راح أقدر أجدد اشتراك النتفليكس حقي؟ أوه ماي جاد. البيدو هو كائن غريب بطبعه، مخالف لفطرة الله عز وجل. والله من كثر ما استضفت ناس جدا غريبة عندي، المفروض أسمي هذه السلسلة ما وراء الطبيعة، من كثر الأشكال اللي ما هي طبيعية اللي المفروض إني أتكلم عنها. على عكس فطرة الله عز وجل واللي بتخلي الذكر ينجذب للأنثى والأنثى تنجذب للذكر، فالبودي قرر إنه ما يروح بعيد مرة. حبيبتي وش لابس الحين؟ بيبي جوي؟ دايم. وعلى خلفية الباند الكبيرة اللي بلعته واحدة من أكبر الألعاب في التاريخ اللي هي روبلوكس، الموضوع الصراحة بيني وبينكم جذب اهتمام شوية. أما عاد اجدادنا يلعبون روبلوكس. الأغنية يعني قضية مهمة ولازم تنحل. ما عليكم قالوا دقيقة ما عليكم دقيت وقالوا بنفكر شرطة الأطفال. ايه احنا هون شرطة الأطفال. وطالب الرجال السادس يسوي. ولكن من جد ايش اللي ممكن يخلي لعبة تنحظر من قطر والكويت اولا، وبعدها مباشرة يطلع وزير الاعلام السعودي بنفسه عشان يقول انهم بندوا الشات حق اللعبة؟ ويب يا اعزائي المشاهدين، اللي طلعوا ورا هذا الموضوع كله هم الويبس. راح تقولوا لي يا محمد السبب هم البوديين. راح اقول لك ليس كل الويبس بوديين، ولكن كل البوديين ويبس. فكر فيها، تخيل انسان بالغ عاقل مكلف عمره فوق 40 سنة جالس نص لعبة اطفال يوزع في عملات داخل اللعبة ويكلم بزارين. وصلتكم الصورة؟ ولكن من جد ايش اللي ممكن انه يخلي البودي بودي؟ يعني حق هذه الاشياء اللي ما هي تمام. يقول العالم الشهير توماس توخيل والحائز على جائزة نوبل في طب المجتمع من جامعة تشيلسي اف سي انه 90% من البوديين تعرضوا لمواقف صعبة وهم صغار من قبل بوديين اخرين، وهذا الشيء هو سبب بوديتهم. ناقص شوية بس انهم يطلعوا يقولوا انه الموضوع جينات وانه الموضوع اصلا خارج يدينا. بس حاسس كأني سمعت السطرين الحلوين دول قبل كده. ايوه بالضبط، عند المثلية. تعرف عزيزي المشاهد ان المثلية كانت مجرمة من اقل من 100 سنة بس، وان الدول الاوروبية وامريكا اللي صدعوا اهلنا بحقوق الشواذ ويحاولوا انهم يدسوها في كل العابنا ومسلسلاتنا كانوا مانعين هذا القرف حرفيا هنا اللي هو اول امس. ممكن حرفيا والدي ووالدك كانوا الشباب وقتها. يب وقتها كانت المثلية مجرمة، ولو سويتها أو أعلنت عنها كان ممكن تدخل السجن مرة واحدة. والحين سبحان الله بعد أقل من 100 سنة صار الموضوع جينات. لا تستغرب بكرة لو طلعت وحصلت البوديين مساكين وأصلا هم الضحايا وجيناتهم هي اللي تتحكم فيهم وتخليهم يسألون الأطفال الصغار وش لون حفايضهم. أنا أقسم بالله ما يحزنني في هذه القصة كلها إلا اللي ماشيين على الكتالوج الأجنبي من الحركات النسوية أو الليبرالية. كل يومين لازم يحدثوا السيستم. نرجع مرة ثانية سنة 2025، يوتيوبر أجنبي ما أقدر نذكر اسمه كان ماخذ البوديين محتوى على قناته في اليوتيوب وكان مركز على انه يكفطهم في نص هذه اللعبة. وخليني اذكركم مرة ثانية، اللعبة اللي اكثر من 50% من اللي قاعدين يلعبونها اعمارهم ما تتعدى 13 سنة. قامت شركة روبلوكس وقالت لك ايه ده انت طالع توري الناس انه احنا عندنا صيادين جالسين يصطادوا في المياه العكرة؟ لا انت تحذف الفيديوهات دي دلوقتي حالا ولا حنرفع عليك قضية. اوكي. قام من الذين ونشر الموضوع على السوشيال ميديا والناس قلبت على الشركة والحين هو اللي بيرفع عليهم قضية. ديم والله باللعيبة. ومن وراها الناس بدأت تفتش أكثر وأكثر وراء هذه اللعبة عشان يكتشفوا مصايب أكبر وأعظم من سالفة إنه في إنسان بالغ عاقل مكلف جالس يحاول إنه يكلم ولدك. نظام كامل مصمم عشان يغسل دماغ الطفل من هو صغير ويخليه يدمن على الدوبامين والقمار. بالتحديد لعبة اسمها جروا جاردن أو ازرع حديقتك. هي واحد من أشهر الألعاب حقت روبلوكس في الوقت الراهن، وأنا قلت لكم الوقت الراهن لأنه عدد اللاعبين اللي جالسين يلعبون هذه اللعبة الآن وأنا أكتب هذا النص الساعة 7 صباحا يوم الجمعة هو أكثر من 1,000,000 لاعب. وتخيلوا معايا انه هذا جيم مود واحد، في غيره مئات الجيم مودات واللي بيوصل عدد اللاعبين فيها المئات الالاف لكل جيم مود. ولكن في الوقت الراهن خلينا نركز على لعبة جروا جاردن. اللعبة مليانة مايكرو ترانزاكشن ومشتريات داخل اللعبة، وهذا اللي طرح لنا سؤال جدا مهم. كيف متوقع من ولد عمره 13 سنة بس انه يقدر انه يشتري عيد عندك بذور، كبسولات، توسيعات، عملات داخل اللعبة تشتريها بعملات اللعبة اللي تدفع عليها فلوس حقيقية، واللي سبحان الله صدف تواجدها في المتجر بشكل
بشكل مؤقت، فيا تلحق يا ما تلحق. هذا كله هو لسه في أولى متوسط. حرفيا اللعبة بتحط الولد الصغير قدام اختيارين. الاختيار الأول يا إنه يقرر إنه يستخدم بطاقة أهله، وهذه كلنا عارفين نتيجتها بتكون كيف. أو الخيار الثاني، ليش ما أسأل عمه اللي جالس يلعب اللعبة 24 ساعة بشكل أبدا ما هو غريب، وشكله مرة يحبني وقال إنه بيشحن لي يوم من الأيام روبلوكس. أكيد الطفل بيختار الخيار الثاني. فاللعبة ما كانت بتوفر أي سبيل من سبل الحماية للأطفال من البوديين اللي في اللعبة واللي كانوا بيغشون بالروبلوكس. آخر الزمن تخيل تغش بعملات رقمية، الله يرحم أيام زمان أقل شيء كنت بتاخذ حلاوة. ومن هنا بدأ كل شيء بالانهيار. واحد من أكبر المساهمين في اللعبة بعد الحكاية اللي صارت قرر إنه ينزل السوق قدام الله وخلقه ويبيع أكثر من 800,000 دولار أمريكي من أسهمه في الشركة، وكانوا بيقول للناس حرفيا يا جماعة اللي راح يصير هو كارثة وأنا ما لي أي دخل فيها. الله يرحم والدين والله ذكي، عرف اللي راح يصير فقال خليني أسحب نفسي وأبيع أسهمي قبل ما بكرة سهم الشركة ينزل وال800,000 دولار هذه حقتي الحلوين يصيرون 30 دولار. نيجي حاليا للوقت الراهن. الشركة قاعدة بتقول إنها راح تمسح وجه أي طفل قبل لا يدخل اللعبة عشان تتأكد هل هو من جد طفل ولا هو بودي متخفي على هيئة ولد صغير. والله الحمد لله اني قريت المعلومة، لانه في حرفيا الشركة جاتني من فترة وقالوا ودنا انك تسوي لنا فيديو وانت تستعرض احدث برامجنا داخل هذه اللعبة. الحمد لله رب العالمين اني رفضت. تخيل شكلي وانا بكرة قاعد في الاخبار مع مسحة وجهي. صانع محتوى من اليوتيوب تم القبض عليه وهو بيحاول يدخل لعبة أطفال. الآن نجي للجزئية المهمة، هل أنا مع أم ضد قرار المملكة العربية السعودية وبقية الدول بحظر اللعبة جزئيا أو كليا؟ وللصراحة بيني وبينكم أشوف إنه هذا القرار هو 10 على 10 بالمعنى الحرفي. كل متابعيني القدامى عارفين إني أمشي أشياء جدا كثيرة، بس أول ما يجي الموضوع لسلامة المشاهد الصغير اللي يتابعني فهذه تعتبر من الأشياء البسيطة اللي من جد أخذها بجدية تامة. كوني طبيب فأنا أعرف زين لأي درجة مرحلة النمو عند الطفل الصغير تعتبر من أهم المراحل العمرية، والأشياء اللي تعود عليها خلال هذه الفترة في الغالب راح تقعد معه بشكل لا واعي طول حياته وغصبا عنه. عشان كذا قررت اني اقطع رزقي بيدي وبديت حملة مقاطعة اوفرواتش مع متابعيني، عشان اللعبة بنت الكلب كانت راح تسوي حدث شذوذ كامل في لعبة اطفال، مع انه اللعبة وقتها كانت لعبة الرئيسية. وهذا القرار ضرني بعدها لأكثر من 6 شهور ودمر علاقتي ببقية صناع المحتوى اللي قرروا انهم ما يدخلوا هذه الحملة، ولكن الحمد لله نجحنا والحدث انلغى من عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم وتوصيل صوتكم للهيئات الرقابية في الدول العربية. وأول ما نزلت لعبة مارفل رايفلز كان في شيء اسمه نظام الشراكة أو نظام البارتنر، فهذا الشيء راح يعطيك حوافز مادية وفي نفس الوقت راح يعطيك كمية دعم ما هي طبيعية، ولكن رفضت هذا الشيء لأنه كنت متأكد 100% طالما إنه اللي قدامي هي شركة أجنبية ف100% راح يسوون طاعة في لحظة من اللحظات. وانا اخر شيء ودي انه هو يحصل انه اول ما تصير هذه الطاعه اكون مثلا موقع معهم عقد ولا شيء فاكون مثلا مجبر اني اسكت، فقررت اني اكون يوتيوبر محايد. وفعلا انه بعد اقل من 6 شهور من اطلاق هذه اللعبه ما صدقت وجنت وقررت انه تنزل حدث كامل للتفسيخ في سكنات حرفيا تخرب بيوت في لعبه تصنيفها العمري بلس 12 سنه. ولكنه مع كامل الاسف هذه الحمله فشلت فشل ذريع، وهذا مع كامل الاسف بسبب الويبرز اولا واللي حرفيا اقبلوا على شراء هذه السكنات بطريقه ما هي طبيعيه، لا والدفاع عنها اونلاين، واللي بسببهم سبب المشكله حقتهم سويت الفيديو الشهير ليش الويب العربي هو أسوأ شخص ممكن تقابله في اي لعبه. فالحمله ومع كامل الاسف فشلت فشل ذريع وقررت اني اعتزل اللعبه بشكل مؤقت. فانا اتمنى من الهيئات الرقابيه في الدول العربيه اللي حظرت الشات في لعبه بحجم روبلوكس وقالت انه هذا الحظر لما المطورين يقررون انهم يصلحون اغلاطهم انهم يعطوا كذا نظره على مارفل رايفلز ومعها بالمره اوفر واتش. فعليا يا جماعه الخير اوفر واتش كلعبه كانت نوعا ما مقبوله وما فيها شيء غير الحدث حق المثليه واللي شفناه، ولكن سبحان الله بعد نزول لعبه مارفل رايفلز والاقبال الكبير من الويبس حول العالم على السكنات الخادشه خربت اوفر واتش اكثر وصارت تنزل سكنات بمستويات وساخه قريبه من مارفل رايفلز. وفعليا الشباب لو ما حد وقفهم كل الالعاب الثانيه راح تستحيل شبابنا، وممكن لين هذيك اللحظه يكون الاوان قد فات. ادري ان الموضوع ممكن يكون فيه استغلال السمعه حقتي واللي بنيتها خلال اخر الشهر، ولكن انا ما استهبل معاكم. ابغى من كل شخص عربي ومسلم غيور على دينه واهل بيته انه ينزل تحت في الوصف وحيلاقي مكان ممكن يكتب فيه رساله لوزاره الاعلام، ممكن ينسخ ويلصق النص الموجود تحت الرابط، وباذن الله هذه المشكله تنحل في اقرب وقت ممكن. ولو انت صغير وتتابعني انتبه ثم انتبه وانت قاعد تلعب اي لعبه، انك لو حصلت فيها شخص كبير بالغ يحاول انه يتقرب منك، هو اللي يحاول انه يتقرب منك بزياده او قاعد يطلب منك اي طلبات في الحقيقه، لا تسمع كلامه ابدا. احتماليه انه يكون بودي متخفي هي جدا كبيره، فانتبه على نفسك وعلى سلامتك. كلمه السر معنا اليوم هي سماعه، اذا نزلت تحت في التعليقات وكتبتها راح اعرف ان انت وصلت لنهايه الفيديو واحتمال اثبت التعليق حقك. كان معكم بيج بوس مدير كبير، اشوفكم في فيديو جاي، السلام عليكم.